مش كل حاجه بيخوفوك منها تستحق فعلا انك تخاف منها. في ناس بتستمد قوتها بس من تخويفك. زمان من حوالي 15 سنه ولما كنت لسه صحفي تحت التمرين، كان لنا صديق اسمه محمد من الناس اللي كانت سابقانا وظيفيا ومهنيا، ربنا كان موفقه ومحقق نفسه، متحقق جدا عمليا ومهنيا، وكان سابقنا وكان محقق حاجات حلوه كتير عننا. يعني يمكن فرق السن، فرق السنتين كان مخليه واخد اكتر من خطوه، واحنا كنا شايفينه يعني نموذج عايزين كلنا نبقى زيه. يعني محمد كان بيشتغل في مكان صحفي مهم جدا في مصر جدا، حلم لاي حد فينا ان هو كان يشتغل فيه يعني. وبصراحه رغم ان هو بيشتغل في المكان المهم ده، هو ما قطعش علاقته بينا، يعني كنا برضو بنتواصل انا وهو باقي زمايلنا، وكان في تواصل بشكل شبه اسبوعي بيننا وبين بعض، القعده بتاعت القهوه في المكان الفلاني والخروجات المعينه والمناسبات برضو ما بنشوف بعض فيها بشكل مستمر. كانت العلاقه مستمره زي ما هي طبيعي وكطموح اي حد من الشباب. يعني اي حد مننا كنا دايما بنيجي نساله يا محمد لو انا عايز اجي المكان عندك اعمل ايه؟ ايه الخطوه اللي تخليني اجي المكان عندك؟ فيقعد محمد يخوفنا من ان ازاي ده رئيس التحرير بتاع المكان ده كذا وكذا وكذا، ويقعد يتكلم عن الراجل كلام سيء كتير جدا جدا يعني. ونقول طب يعني مفيش اي فرصه؟ لا. فالمكان اللي عنده يعمل مسابقه عايز صحفيين جدد، فنقول له محمد احنا هنقدم. لا دي متكوسه، ده كوسه، ده هم مختارين الناس من قبل اصلا ما يعملوا الاعلان بجد. بجد ومش عارف ايه. فالمهم شويه بشويه بقينا نكره المكان، يعني بقينا كارهين المكان. احنا مصدقين محمد فبقينا كارهين المكان، يعني مش طايقينه. رغم ان وانا جات لي فرصه ان اشتغل فيه بعد كده بطلب خاص منه، يعني انا رفضت طلب خاص من المكان، رفضت. ولما خدت راي محمد قال لي صح انت عملت الصح، ده احنا متعذبين، ده احنا طالع عينينا في المكان، كويس انك انت ما جيتش. وهكذا استمر الموضوع ده على مدار سنين، وفضل كده جوايا وجوه بقيه زمايلنا يعني غصه من ناحيه المكان ده، ليه؟ اعتمادا على كلام محمد. لحد ما يشاء القدر ان في مره اقابل الشخص المسؤول عن المكان ده، يجمعنا يعني مكان ما يعني او ظرف ما مناسبه ما، واكتشف ان هو شخصيه في قمه اللطف، راجل في قمه اللطف وقمه اللذاذه، وانسان نقي ونظيف ومحترم جدا 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 جدا. او طب يمكن هو كده بس بيمثل، لان اكيد محمد مش هيكذب عليا، يعني اكيد هو راجل وحش بس بيحاول يخبي يعني. اتعرف بعد كده على واحد واثنين وثلاثه واربعه من نفس المكان ده، واكتشف ان المكان ده مهني جدا، واكتشف ان المكان ده المدير بتاعه محترم جدا زي ما ظهر لي يعني، واكتشف ان كل الكلام اللي كان محمد بيقوله لنا هو كلام في الهوا كده. ليه؟ ما دورتش كتير بصراحه، لان انت لما تقعد تفكر في حاجه زي كده يا اما هتتجنن يا اما هتوصل لحاجات هتخليك تكره المعرفه بتاعت الشخص ده. بس في النهايه فهمت ان في بعض الناس بيستمدوا قوتهم من هم يخوفوك انك تاخد خطوه، ان هو مش عايزك تقرب من المكان اللي هو بياكل منه عيش، ان هو مش عايزك تقرب من انك انت تبقى شايف تبقى قريب منه للدرجه. لا، هو يخوفك من المكان ده عشان عايز يفضل هو المميز، عايز يفضل هو اللي موجود فيه، مش عايز الخير اللي هو شايفه يطوله حد تاني، او حد تاني يطول يبقى زيه في نفس المكان فيطول نفس الخير اللي هو طايله. اسباب كتير لو قعدنا نرص مش هنقف يعني، مش هنخلص يعني. فموقف من المواقف اللي عمري ما انساها، واللي علمني كويس جدا ان لما تلاقي حد بيبالغ في تخويفك من حاجه اعرف ان في ليه؟ لان في ناس بتستمد قوتها ووجودها من تخويفك فقط لا غير. لازم تستوعب فكره ان في ناس بتستمد قوتها ووجودها من تخويفك، اللي هو بدل ما يشجعوك لازم يعملوا هاله من التخويف حوالين فرص او اشخاص او خطوات، لمجرد بس ان هم يبعدوك عنها بحجه انها مش مفيده او فيها ضرر ليك. لكن السبب الحقيقي واللي مش محتاج ذكاء ولا فكاكه عشان حد يفهمه هو ان مفيش حد هيحب لك الخير اكتر من والدك ووالدتك. اغلب الناس عايزينك ناجح شاطر مميز وجنبهم، بشرط ان كل الحاجات دي ما تاثرش عليهم هم، في حين ان الواقع والتجارب والدين حتى بيقولوا ان مفيش حد بياخد نصيب حد ولا مكان حد ولا خطوه حد ولا لقمه حد ولا رزق حد. همبكه التخويف واونطه التحذير غير الصادق وخبث النصيحه اللي سواد القلب ظاهر عليها وعلى صاحبها مش هيمنعوا قدر، ولا هيأخروا رزق، ولا هيعملوا شيء ربنا مش رايده وكاتبه.